السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناة يوميات مريم. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم النخالة بواحد الطريقة باش النخالة ما تبقاوش تحيدوها تلوحوها، تبقاو تقرصوا بها الخبز. بقاو معايا تشوفوا الطريقة، كتجي زوينة بزاف وغتنفعكم. دابا كندوزو للطريقة. كناخدو النخاله، هي هذه النخاله اللي كنحيدو منها الدقيق ملي كنطحنوه في الطاحونه القمح كنحيدو منه، ولا فرينه كنحيدو منها النخاله. وعندنا البلبوله والماء وشويه الزيت. الزيت كنديروه هكا في الماء صافي، وكناخدو النخاله كنخويو بحال هكا في القصعه، وكنديرو البلبوله بحال هكا. البلبوله الرقيقه ولا الغليظه، اللي المهم ديال الدكراس، بغيتو ديروا ديال الدكراس ديروها. عندي انا ما رقيقاش بزاف مهين صافي. نبقاو نديرو بهاد الطريقه هادي، كنبقاو نحركو بهاد الطريقه بحال هكا، كنفزقوها ونحركو بحال هكا. كتجي زوينه في الخبز، كتجي زوينه بزاف. دابا النخاله فيها منافع كثيره. دابا النخاله كنضطروا الانسان كيضطر يلوحها، كاين اللي ما كيبغيهاش ياكلها في الخبز باش ما يجيش الخبز، كاين اللي ما كيبغيهاش في الخبز كيحيدها صافي. وكنبقى لي صايبتو تندير بحال هكا، كنخويه هنا. دابا اللي بغى يدير قصعه كبيره على هادي، يدير شي قصريه كبيره على هادي، يقدر يديرها ويدير كميه كثيره ويخلطها في خطره، بلا ما يبقى يدير هكا شويه بشويه باش تسربي. وهي سهله، ماشي صعيبه. دابا هذه هي النخاله ديالنا من بعد ما وجدت. ها كيفاش كتجي. غنديوها دابا باش نشروها. ها هي من بعد ما نشرناها كنشروها بحال هكا، كنفرشوا لها شي زار نقي بحال هكا صافي، وكنشروها كنسرحوها صافي، ونخليوها تتكرم مزيان. نبقاو نحركوها بحال هكا، المهم ملي تكرم صافي كنجمعوها. من بعد ما كتنشريها وكتكرم، ها الشكل ديالها كيفاش كيجي. تتجي بحال هاد الشكل هكا، كتجي زوينه في الدكراس هكا كتجي. دابا على حسب الشمس، ملي كتكون الشمس حاره دغيا كتكرم. تقريبا كتنشريها في الصباح كتجي معايا في العشيه الا كانت الحراره. ها هي شفتوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، وراه كتجي زوينه. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا، وشكرا للناس اللي كيديروا تعاليق زوينه، ومرحبا بكم كاملين.